شوفوا طالعوا كيف الآن كل القادة يفتخرون كل منجز وكل ما شاء الله مبدع. طبعا محمد إسماعيل هذا يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني شهدوا له 3 ألوف قائد طيران القوات البرية والطيارين اللي يحلقون، لأنه كان يساهم ويوجه الطيارات العمودية في الدود وفي قطاع جازان 2، وكذلك قائد اللواء الثامن، وكذلك اللواء الثامن عشر وسلاح الحدود. فصراحة احنا قلنا يعني من خلال ما دام هذول أشادوا فيه، فاحنا الأولى أن صراحة نتشرف أن نسلم عليه ونشيد بجهوده ونقول الله يجعلها إن شاء الله في سبيل الله. واحنا نثمن ونقدر كل ما قمت فيه، ونبغى تستمر إن شاء الله تعالى في اصطياد وتسليم قوات العدو إن شاء الله لرماتنا، إن كان طيران وإن كان غيره. وفقك الله. هذه شهادة شكر بس تعبير، ولكن إن شاء الله نقدر نقول إن شاء الله أن نقدر نكرمك أكبر من كذا. أيوة قائد سريته لو جاء برضه. الله يقوي الله يقوي. شوف ما في إنسان ترى، يعني لاحظوا يا شباب، ما في إنسان صراحة مبدع أو قسم أو فصيل أو آدمي إلا صراحة خلف قيادة ممتازة، خلف قيادة متابعة محفزة مشجعة. وفقك الله. احنا حنطلب له وسام ان شاء الله تعالى، اقل حاجه وسام الاتقان او اي وسام اخر يتلائم مع الانجازات اللي هو سواها. وسام الشرف يستاهل. وفقها الله وفقها الله. شكرا يا ابو اسماعيل، الله يعطيك العافيه. وفقك الله وفقك الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم ايها القاده المحفزين. الله يعطيكم. شكرا. وفقك الله.